عرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل حكاية ليلى يلي يجمع كل من بوراك دينيز ونجمة مسلسل أخوتي سوبو جوياسكي، وهو العمل اللي أثار الكثير من الجدل في مرحلة التحضير له. وفي التفاصيل وبعد انتظار عرض أول مسلسل للموسم الجديد واللي هو حكاية ليلى، وكبداية حققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة بلغت 4.67 في الريتنج، وكبداية النسبة ممتازة جدا. وهناك كثير من التوقعات أنه الحلقات القادمة راح ترتفع، خاصة مع الأصداء الإيجابية اللي رافقت عرض الحلقة الأولى. جانب آخر بيشوف إنه نسبة قليلة، خاصة إنه انعرض لحاله وبدون منافسة، ومع عودة مسلسل بهار اللي مكتسح المشاهدة بهذا اليوم راح نشوف تراجع لمسلسل حكاية ليلى. وهي كلها بس توقعات، والحلقات الجاية كفيلة أن تورجينا المسلسل اللي راح يصمد في هذا اليوم التنافسي القوي. مسلسل حكاية ليلى هو مسلسل درامي وأيضا مليء بالإثارة والتشويق، واشتهر في البداية باسم شهرزاد حتى تم تغييره إلى حكاية ليلى حتى يكون معبر عن قصة المسلسل، كما قالت كاتبة المسلسل إيدا تيزغان أنه قصة المسلسل راح تعبر عن قصة حب بين شخصين مختلفين في جميع الجوانب، مثل اختلاف الماء والنار. وأكثر اختلاف هو فارق العمر اللي أثار الجدل وقت الإعلان أن سو بورجو هي شريكة بوراك دينيز. وقت الكثيرين اعتبروا أن العمل رح يفشل تحديدا لهذا السبب، وأنه فارق 14 سنة بين البطلين رح يخلي التناسق بينهم منعدم. ولكن اللي شاهدوا الإعلانات الترويجية والحلقة الأولى أكدوا أنهم ما حسوا ولا انتبهوا لهذه النقطة. بالرغم أنه السيناريو يتطلب في فارق كبير بالعمر بين أبطاله، والكثيرين اعتبروا أن اختيار الموهوبة سوبورجو كان اختيار منطقي.